ما يخليش تحتاجين أي بشر بالدنيا وهو موجود. يقدر وقفتك بالمطبخ ويسمعش كلمة طيبة عليها، يقدر تربيتك لأطفالك ويسمعش كلمة طيبة عليها، ويجوز ما يسمعش كلمة، يجوز يعبر بهدايا، يعبر بأمور عينية مادية، ويجوز يعبر بأمور كلامية، بس بالحالتين قاعد يقدر. من تكونين على عروس على 24 ساعة بالبيت وانت مرة عندك أطفال بنسوي له أكلة وتكون مو طيبة أو تكون مالحة أو تكون ماسخة، وانت واقفة تسوينها في الساعتين 3 بالمطبخ، لسانه ينطق انه يقدرك وعاشت ايدك حتى لو من ورا قلبه، لان هاي كلها تسجل عند رب العالمين. من يطب للبيت ويلقاك موجودة يسلم عليك يقول لك ام فلان، لو يقول لك حبيبتي ويبوسك براسك. هذا التقدير انه من يقعد يم اهله يمدحك، يقول والنعم منها من مرة، حتى اذا اكو خلافات يخليها ببيته بغرفة نومه بينه وبينها، بس قدام العالم يقيمك ويرفع من شأنك وقدرك وتقديرك. هاي تقول انا عندي رجال وتحمد ربها والشكر عليه، لو كان حافي يعني يا دوب عيشته يعني اليومية، قوته اليومي، ينطي قوته اليومي ومسدد أموره الشهرية وعايشة، بس مقدر المرة اللي عنده. مو أول ما الله يحط بصافيره طحين وتتحمل فقره وتتحمل قهره وتتحمل ضيمه وتتحمل